29 ابريل 2016 نهار كحل غيدوز على تاريخ المغرب وتحديدا في مدينه جديده. نهار اللي غتستيقظ فيه ساكنه دوار القدامر على ابشع مزاره يمكن يتخيلها العقل البشري. شخص واحد وفي لحظه واحده ديال الجنون غيحصد الارواح ديال 10 ديال الناس من اقرب المقربين ليه. الدم، غوات وجثث مرميه في كل بلاصه. شكون هو هذا السفاح؟ شنو هو السر اللي خلاه يتحول من انسان هادئ ومؤذن في المساجد لوحش كاسر كيذبح العائله ديالو؟ قبل ما نغوصوا في التفاصيل المرعبه ديال هذه القصه بغيت نشكركم بزاف الجمهور والمتابعين على احسن استماع والتشجيع ديالكم في الفيديو الاول. هذا الشيء كيخليني نزيد نعطي اكثر ونبحث لكم على اقوى القصص. دابا طفيو الدور ركزوا مزيان ويلا نبداو نشوفوا القصه كيفاش بدات والحكايه كيفاش سالات. بطل هذه القصه المأساويه او بالاصح وحش عبد العالي ذاكر ملقب بسفاح جديده. عبد العالي تولد وكبر في دوار القدامره بجماعه زاويه سايس. كبر في واحد المحيط اسري وعائلي عادي، الجيران متحابين وعائله بسيطه. عبد العالي كان انسان عادي، بل اكثر من هذا الشيء كان انسان متدين مواظب على الصلاه لدرجه انه كان هو المؤذن ديال المسجد في الدوار. ولكن الامور ما غاديش تبقى هانيه. نقطة التحول في حياة عبد العالي غتبدا بواحد الحادثة غريبة بزاف. واحد النهار غيغبر عبد العالي على الدوار، عائلته والجيران ديالو بداو كيقلبوا عليه. من بعد ساعات ديال البحث غادي يلقاوه طايح تحت واحد الشجره كبيره. السيد كان غايب على الوعي تماما لدرجه ان العائله ديالو يسحب ليهم واش مات. هزوه داوه للدار ومن بعد 10 ديال الدقائق عبد العالي غادي يحرك ويحل عينيه. فاش غادي يسولوه مالك شنو واقع ليك، جاوبهم بجواب غريب: كنت ناعس فوق ديك الشجره وجاتني واحد الدوخه وطحت وما بقيتش عاقل على والو. هنا العائله بحكم التقاليد العقليه البسيطه ديالهم جاوبوا ليه فقيه باش يقرا عليه، ظنا منهم انه ممسوس او ضربوا جن. واش بصح كان ممسوس ولا كانت هذه هي البدايه ديال المرض النفسي الخطير انفصام الشيزوفرينيا اللي بدا كياكل الدماغ ديالو؟ هادشي اللي غتجاوبنا عليه الايام. من بعد هاد الحادثه عبد العالي ولا انسان اخر، دخلوا الوسواس ولا كيشك في اي حاجه وكل حاجه. ولكن واخا هكاك حاول يكمل حياه العائله ديالو كما هي. العائله ديالو فكروا يزوجوه باش يستقر، وفعلا تزوج بواحد البنت. والناس ظنوا ان الامور غترجع لطبيعتها، ولكن فجاه داك الوسواس المرضي غيتوجه لجهه واحده، الزوجه ديالو. عبد العالي بدا كيشك فيها بطريقه جنونيه، كيتخيل انها كتخون وانها كتعرف الرجال اخرين مور ظهره. هاد الشك غادي يزيد يكبر بسبب جوج ديال المواقف الصادمه. الموقف الاول هو واحد النهار واحد من الجيران قال لعبد العالي في واحد اللحظه ديال الغضب: سير ريحتك عطات. هاد الكلمه ضربت عبد العالي في الكبرياء ديالو والرجوله ديالو وحساته بالنقص. الموقف الثاني هي القطره اللي فايدت الكاس. واحد النقاش حاد مع الزوجه ديالو غتخرج منها واحد العباره اللي كتقول اللي غتكون بمثابه الرصاصه في العقل ديال هذا المريض. قالت ليه: انا ندمت على النهار اللي شفتك فيه، كون غير عرفت شي واحد قبل منك. هاد الكلمه بالنسبه للرجل المريض بالوسواس عنده جنون الشك كانت هي التاكيد الخيانه. عبد العالي حس براسو وحش وحس باللي مراتو كتخونو بالفعل. هنا قرر انه يكتب النهايه الدمويه لهاد القصه. في ايام قليله قبل الجريمه عبد العالي قال لواحد الولاد دوار الجمله ما فهموها حتى فات الفوز: غادي ندير واحد الحاجه وغنخلي التاريخ ديال الدوار يهضر عليها. اليوم الجريمه نهار السبت عبد العالي مشى للسوق السبت باش يبيع الحمار ديالو، ولكن ما كانش غادي بوحدو، كان هاز معاه خنشه مخبي فيها ادوات الموت، موس كبير ومقدة. وهو في السوق بدا كيصوني على مراته في التليفون، مرة جوج ثلاثة والو ما كتجاوبش. في دماغ عبد العالي المريض عدم الرد كان كيعني حاجة وحدة: راه دابا مع شي واحد كتخوني. الدم غلا في عروق ديالو. رجع من السوق كيجي بحال شي هبيل. دخل للدار ما لقاهاش، خرج كيقلب عليها في الدوار وفجأة شافها جاية من بعيد بوحدها. ما سولها ما هضر معاه، توجه نيشان لعندها وضربها ضربة قوية بالمقدة للراس. طاحت للأرض وجبد الموس وذبحها بدون رحمة. هذه الضحية الأولى. ريحة الدم خلات الوحش اللي داخل عبد العالي يخرج ويفقد السيطرة تماما. أخت الزوجة ديالو كانت كتقلب على أختها، طاحت عينيها على عبد العالي. كانت هي الضحية الثانية. والديه باه ومو اللي الناس اللي كبروه وحاولوا يتدخلوا ويوقفوه ما عقلش عليهم، ذبحهم بجوج مع الأسف. وحش بشري بمعنى الكلمة. وبقى غادي في الدوار. شكون ما لقى قدامه واقف كيصفيها ليه. مشى لدار خوه، ذبح مرات خوه وبنته. بقى غادي وخرج على الطريق وتلاقى مع خال مرته، ما زاقلوش. الضحية السابعة. بقى غادي في طريقه حتى وصل للمسجد، البلاصة اللي كان كيأذن فيها. لقى جوج ديال الناس من الجيران حتى هما صفاها ليه. الرقم مرعب، وصل حتى ل10 ديال الارواح البريئة اللي طاحت في ظرف
دقائق معدوده. الدوار كامل دخل في حاله هستيريه ديال الرعب وتخباو في الديور ديالهم. تم الاتصال فورا بالدرك الملكي، جاو طوقوا المكان بالكامل. تم اعتقال عبد العالي بسهوله حيث كان سال المهمه ديالو، وتم نقل جثث المستودع الاموات في منبر كيبكي الحجر. شنو وقع لعبد العالي في السجن؟ عبد العالي دخل بحاله نفسيه خطيره، انفصام قوي. السجناء اللي كانوا معاه في الزنزانه عاشوا الرعب الحقيقي. كان يفيق بالليل كيبدا كيغوت باعلى الصوت ديالو، كيهضر مع راسو، كيبدا كينطق بالاسماء ديال الناس اللي قتلهم واحد بواحد. السجناء خافوا يقتلهم وهما ناعسين، وقدموا شكايه للاداره اللي عزلاتو في زنزانه انفراديه. امام قاضي التحقيق عبد العالي اعترف بكل بروده، قال باللي الزوجه ديالو كانت كتخونو في الخيال ديالو المرضي، وانه ملي ذبحها فقد السيطره على راسو وتصاب بحاله هيجان خلاتو يقتل اي واحد كيوقف في الطريق ديالو. بعد جلسات ومحاكمات وفي النهايه القضاء المغربي قال الكلمه ديالو. حكمت المحكمة على السفاح جديدة عبد العال داكر بالإعدام جزاء ليه على الأرواح اللي زهقها بدون دم. هذه كانت نهاية واحد من أبشع الجرائم عرفها التاريخ المغربي الحديث. قصة كتخلينا نطرحوا بزاف ديال التساؤلات على الصحة النفسية وعلى كيفاش كلمة وحدة بحال اللي قالت ليه مراته أو جارو تقدر تفجر بركان ديال الدم في عروق انسان مريض بالوسواس. هنا كنوصلوا لنهايه القصه المأساويه ديالنا. الى عجبتكم هذا السرد وهذه القصه ما تنساوش تاكدوا الاشتراك ديالكم في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وخليوا لي في التعليقات واش كتعتقدوا ان عبد العالي كان فعلا مريض نفسي او انه مجرم كيستحق الاعدام. نشوفكم في قصه اخرى ولغز اخر واحد اخر، ونطويو الملف. تهلاو في راسكم. السلام عليكم. لقيت اللي خرجت لقيت المراه هنا مليوحه مذبوحه من الوريد الى الوريد، مليوحه هنايا سميتو. مشيت جبت واحد لي زار غطيتها. الوقت اللي رجعنا هو جاي هذاك السيد اللي هز جوج جناوه في جنوي وقدا فيه. وانا كان دابا جاي من السبت هو سال المراه هنا مرت خوه ومشى نقتل واحد المراه جارتهم، ومشى نقتل واحد جاراتهم ثاني. من بعد مشى للدار عنده تما قتل مرته ومرت خوه ونسيبته وباه وامه.